الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فهنا تنبيه أحببت أن أنوه عليه من باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنها صفية. نشر مقطع يخصني على ما أسماه التويتر، فمفاده أنني كنت أقرأ سؤالا منذ سنوات. هذا المقطع لا أدري تاريخه لأنه قديم، وكان قد مر مرورا عابرا، ما أدري لأنه بلغني أن غير مسلم تعمد أن يصنع ذلك. المقطع حاصله أن سائلا كان يسأل عن المتصفحات اللواتي تعطيهن الاسم الحرف الأول أو الثاني من السؤال أو الاسم، فتخبرك بما في نفسك. فكان فهمي للسؤال على أنه يخص الدجالات اللواتي يضربن الرمل، وكما تعرفون في مصر تأتي تقول لها حرفا أو حرفين وتخمن لك الذي أنت تريده. وأجبت على هذا أن هذا نوع من أنواع الدجل، لأن هذا كان مشهورا في كثير من البلاد، معروف هذا في كثير من البلاد التي تخط وتضرب الرمل وتأخذ حرفا واسم أمك واسم أختك. فهذا ظني، فجاوبت على هذا، وكانت هذه الإجابة منذ سنوات. فجاء واحد على ما أخبرني إخواني بعد أن تتبعوا الذي فعل هذا غير مسلم، وقال إنني أحرم جوجل اسمه جوجل أيوة، قوقل بالضبط أيوة. فقال إنني أحرمها بناء على هذه الفتوى، ولم يكن في السؤال أي شيء يتعلق بجوجل، لم يكن في السؤال، إنما هو سؤال يخص أهل بلادنا يتعلق بالكاهنات. أحيانا تذهب للكاهنة أو الذي يدعي أنه يعالج الجن أو العرافين، تقول له حرفا أو حرفين، يقول لك خلاص اسكت، هات اسم أمك اسم أختك، وبعد ذلك يدعي أنه يعلم الغيب وأنك مسحور وأنه دخلك جني من أسفل إلى غير ذلك. فكان الجواب منصبا على هذا، فأخذها شخص للأسف، لكن ليس بغريب على الكفر أن يصنعوا ذلك، أخذها شخص ليس بمسلم، وقد أخبرني إخواني بعد التتبع ببعض شأنه، ووضعها تحت كلمة إنني أحرم جوجل وأقول إنه كهانة، ونزل الكلام والله ثم والله ما ورد على بالي أبدا على الإطلاق مثل هذا أبدا. هذا الذي أحببت أن أنوه عليه، بارك الله فيكم. وأكرر أن ما نقل عني في مقاطع التويتر الخاص بجوجل ليس فيه ذكر جوجل على الإطلاق، وإنما كان جوابي على الكاهنات اللواتي يدعين علم الغيب بناء على بعض الأحرف التي تعطيهن إياها فيأكلن أموال الناس بالباطل. هذا لدفع الشبهة، كما قال الرسول إنها صفية صلوات ربي وسلامه على رسوله ومعلمنا عليه الصلاة والسلام. قلت ذلك حتى لا ينتشر شيء بديهي معروف، فلا أحد يستطيع أن يقول إن جوجل حرام، يعني معلومة يعلمها الطفل، لكن جاء شخص ليس على الإسلام، ليس مسلما، لا أحكم بكفر لأنه صنع ذلك، لا، حقيقته ليس بمسلم، ليس على دين الإسلام، إنما هو على دين آخر غير دين المسلمين، وصنع هذه على ما يبدو عن مكر ودهاء وقصد. والخبر هذا حتى هذه الفتوى لا أدري تاريخها، قديمة منذ زمن بعيد من زمن بعيد، كانت على قناة صفا من زمن بعيد، وجاءه واحتال هذه الحلبة وبلاه بهذا التويب وصدر هذا التصدير.